محمود بن تايج ظهير ايسر نادي الزمالك قام اليوم بفسخ عقده من طرف واحد مع نادي الزمالك بسبب مستحقاته المتاخره واصبح لاعب حر. حسين الشحات قد اتفق مع اداره النادي الاهلي على التجديد لمده موسمين مع وجود وعد من الاداره بتقديم التقدير المالي المناسب للاعب. لن تكون هناك مشكله للنادي الاهلي في مساله ان يرحل احمد عبد القادر ويرى مصلحته خارجيا، والاهلي سيقدم عرض نهائي للاعب، والامر في يد اللاعب. اذا وافق على العرض سيستمر مع النادي الاهلي، واذا رفض فسيرحل في يناير او نهايه الموسم. نادي جايس السويدي طلب من الاهلي المصري الحصول على 2 مليون دولار للموافقه على خروج ابراهيم دياباتي في الشتاء، والاهلي عارض 1,600,000 دولار. والاهلي ينتظر راي المدرب يستروب المدير الفني للاهلي سواء بانهاء الصفقه او رحيل اللاعب. محمد علي بن رمضان صنع هدف في تعادل تونس امام منتخب فلسطين، المباراه التي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2، واللاعب بدا يستعيد مستواه ونتمنى ان يستمر بهذا الاداء. التشكيله المثاليه للجوله الاولى من كاس العرب يتواجد بها اكرم توفيق واسلام عيسى من منتخب مصر، والاسطوره علي معلول ويزن النعيمات مهاجم فلسطين المرشح للانضمام للاهلي. رغبه يوسف بالعمر الاولى حاليا هي الرحيل للنادي الاهلي في يناير المقبل، واذا استمر الرجاء في المبالغه بطلباته الماديه هينتظر اللاعب للصيف ويوقع رسميا للنادي الاهلي مجانا. الصحف الكولومبيه تؤكد ان بابلو صباغي المهاجم الكولومبي صاحب الاصول الفلسطينيه قد ياخذ خطوه مثيره للغايه في مسيرته بالملاعب وينتقل للاهلي المصري الذي يعد من اكثر الانديه نجاحا في افريقيا ويشارك بكاس العالم للانديه بشكل مستمر. الاشعه التي اجراها كريم فؤاد بعد التحامه في كره مشتركه مع حسام حسن في التدريبات تؤكد اصابه كريم فؤاد بجزع في الرباط الداخلي للركبه اليمنى بالاضافه الى جزع في الرباط الصليبي، وسيغيب اللاعب فتره من 4 إلى 6 أسابيع بدايه من يوم الخميس القادم 11 ديسمبر وحتى 15 يناير مطلع العام القادم. يخوض الفريق النادي الاهلي 6 مباريات في بطوله كاس عاصمه مصر امام انبي وسيراميكا كليوباترا وغزل المحله والمقاولون العرب وفاركو وطلائع الجيش على الترتيب. اشرف بن شرقي الاشعه اثبتت ان اللاعب يغيب عن الملاعب لمده 3 أسابيع بسبب الاصابه. الكابتن حسن شحاته نجم منتخب مصر سيخضع لعمليه جراحيه يوم السبت المقبل. جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي لم يطلب من اداره نادي التعاقد مع لاعب الاهلي مروان عطيه، وكل ما يتردد بهذا الشان كلام لا اساس له من الصحه. والعروض المقدمه للاعب هي من انديه القمه في دوله الامارات في مباراه قويه لحسم التاهل لمنتخب مصر. منتخب مصر يواجه منتخب الامارات في 8:30 مساء بتوقيت القاهره. ابرز المعلقين على المباراه على قناه بين سبورتس HD المفتوحه عصام الشوالي، وام بي سي مصر مدحت شلبي، وقناه الكاس خليل البلوشي. وبكده تكون انتهت اخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاه على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.